تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش ده عادي، كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستناك. تقدر تطير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات. شوف الجايات وانسى الرايحات، حبة طموح وهتعمل معجزات. تقدر تطير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات. شوف الجايات وانسى الرايحات، حبة طموح وهتعمل معجزات. معجزات. تقدر تطير من غير جناحات، وياك تقول. صباح الخير عليكم او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت والمكان اللي بتشوفوا منه الفيديو. اهلا بكم معايا وحلقه جديده من حلقاتنا على قناه سوبر مروه وزهره. بحبكم في الله حبايب زهره، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حطوا لايك للفيديو، وكل الستات بقى كده اللي على اليوتيوب تجمع هنا، عشان احنا عايشين عشان نتعلم من بعض ونستفاد من تجارب بعض. مفيش حد فينا احسن من التاني. انا لحد النهارده بتعلم من الصغير قبل الكبير. لحد النهارده في متابعين بيأثروا فيا برساله، بتعليق، بكومنت، رغم ان انا ممكن اكون بنزل الشارع وبتعامل وعندي خبره اكتر منهم، ولكن لحد الان بتعلم من الصغير قبل الكبير. تعالوا نتعلم من بعض وتعالوا نستفاد من بعض. وبحبكم في الله. حط لايك للفيديو. الفيديو ده حبايبي هتلاقوه قديم شويه كده، في الصيف كان احمد لابس كات اهو، ويعني من فتره خبيته عليكم ليه، وايه اللي بيحصل، وايه اللي عند زهره، وبرده لوجي كانت مصيفه لسه. طيب هقول لكم النهارده اجابه على اسئله كتير وعلى حاجات كتير انا خبيتها عليكم الفتره اللي فاتت، او مش خبيتها عليكم ولكن انتوا معتبرين ان انا خبيتها عليكم. او في ناس الفئه اللي هي انا كاتبه لها العنوان مخصوص، عنوان كاتب الكتاب، تعالوا لي ده العنوان ده عشان كنتوا مخصوص. تعالوا اقول لكم على حياه زهره ودنيا زهره واللي حصل مع زهره. مش كل حاجه بتكلم فيها، ومش كل حاجه بحب يعني امشي فيها بالخطوات. ليه بقى؟ مش عشان انا بحب يعني اكتب نص اللي عندي، لا. بصوا، يمكن انا حكيت عن ظروفي الخاصه بعد 5-6 سنين من وجودي على اليوتيوب، ولكن عشان كانت الديون بتاعتي كانت خلاص وصلت للحبس يعني. لكن انا بطبيعتي مش بحب اتكلم كتير في الحاجات الخاصه. دي حاجه. الحاجه التانية، انا لو انا هتكلم في حاجاتي الخاصه وفي اللي بيحصل عندي والاحداث اللي بتتطور عندي كل يوم، بصوا هوجع دماغكم قوي، وفي ناس هتقتنع وفي ناس هتقول حوارات. فيعني بحب ان انا دايما اتكلم في الحاجات المهمه، يعني او في مثلا محتوى الشغل اللي هو الوجبات والعمل الخير والروتين ومش عارفه ايه، اكتر من ان انا اتكلم في احداثي انا في حياتي الخاصه. ولكن لما الايام اللي فاتت وصل الموضوع لمرحله ان انا يتقال بقى زهره اتجوزت، زهره كتبت كتابها، زهره حلوت، اصلك وشها نور على الجواز، اصلك وشها نور لما كتب كتابها واتجوزت. تعالوا اقول لكم ليه وشي نور. واعذروني لو وانا بتكلم كده ببلع ريقي، ده نتيجه ان انا عندي السكر. بحبكم في الله حبايبي، واهلا بكم معايا. بليز اللايك، وبليز كل ست عايشه، نص ست، كل ست حاسه ان هي بقت ربع ست، كل ست حاسه ان هي مش محصله ان هي تبقى ست،
لو سمحتي اسمعي الكلام ده للاخر، لان يمكن تكون تجربتي يعني بداية عندك او احداث يعني موجودة في حياتك، ولكن لسه بدايتها عندك، لكن انا كنت عديتها بمراحل وعديتها بسنين. كل اللي حصل ان انا من وانا عندي 18 سنة دخلت في خطوبة وجواز، وكنت لسه العيلة الصغيرة اللي فرحانة قوي بالفستان الابيض، وفرحانة جدا بان هي تلبس شبكة وتقعد في الكوشة والكوافير يزوقها. ده انا بقول لكم على اللي حصل بالفعل، انا مش بقول لكم قصة مثلا من الخيال، دي حياتي فعلا ودي قصتي فعلا. اتجوزت مفيش 4 5 سنين انفصلت نتيجة ان انا ما حبيتش ان انا اكون يعني رفيقي وشريكي، واللي هو المفروض اللي هو السبورت بتاعي اللي هو يديني ويقويني، خاصة وانا كنت يعني بنت ناجحة كده وبنت بتاعت شغل، بشتغل من وانا في 5 ابتدائي يا جماعة واولى اعدادي. فما كنتش قادرة ابدا ان انا اكون ضحية شريك عبارة عن عقد نفسية من الحما واسلوب الحما، وامشي ورا كلام الحما، ولو مش عاجبه حماتي يبقى انا حياتي تبقى سودة وخلفتي تبقى سودة وايامي تبقى سودة. فاعترضت على الحياة دي كلها باكملها، وخرجت من الحياة دي معايا حبيبة وحنين واحمد ولوجي. وكان جوازي لا يزيد عن 5 سنين، نتيجة ان انا كنت بحمل وبعدين اولد واحمل تاني بعد 10 شهور وسنة، فجبت ال3 ما شاء الله في اول 4 5 سنين من جوازي. وقفت الدنيا على كده؟ لا، ما وقفتش. برضو فضلت البنت اللي عندها 25 سنة اللي كل الناس بتحاربها وتقول لها ازاي هتبقي مطلقة وانت صغيرة كده، ازاي هتبقي قاعدة لوحدك بتربي اولاد وانت حلوة كده، لا ده انت الطمع هيبقى فيكي، لا ده انت لو نزلتي ورحتي وجيتي هيتكلموا ويعيدوا يزيدوا فيكي، لازم تتجوزي لازم تتجوزي، لازم يبقى معاكي راجل، لازم يبقى معاكي سند. طبعا زي العادة، ولسه السن الصغير مستمر معايا، وقلة التجارب والخبرة والتعامل مع الحياة العملية مازال كنت لسه ضعيفة فيه وتلميذة فيه. فطبعا كتبت كتابي على أبولوجي، أو أبولوجي كتب كتابه عليا، وما جبتش لوجي على طول نتيجة المشاكل والحياة المختلفة اللي هو ما ينفعش تتخطبي، لان سمعتك كبنت هتضيع او كست هتضيع، انت مطلقة لازم تكتبي كتابك على طول. فما كانش فيه مجال للتعارف. انا مش معنى كده ان انا بقول ابولوجي وحش ولا حاجة، ولكن الحياة بعد الجواز اختلفت تماما، في ان كل واحد ليه ثقافته وليه وضعه وليه حياته وليه اسلوبه وليه طريقته. وفوجئت بان يعني ان انا هبقى ضحية حاجات تانية كتير بقى، غير الحما، غير الخيانة، لا 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 لا، لقيت نفسي بدفع فاتورة بتاعت ست مش انا. يعني انا اللي قاعده في البيت اللي ساتره خيري او كافيه خيري شري، الست اللي بتحافظ على بيتها، على جوزها، على اسم جوزها، على اسم عيالها، ومع ذلك بتحاسب اخر اليوم على ان انا الست اللي بتمشي مشي بطال، او الست اللي هي بتتقابل بره مع الشخص ده، فبالتالي الشك بيحوم حواليه، وبالتالي انا اللي هحاسب على فاتوره ان في عقد ما زالت موجوده عند الاشخاص اللي احنا بنشاركهم، واحنا اللي بندفع فاتورتها. رفضت ان انا ادفع فاتوره مش بتاعتي، فاتوره ان انا اتحاسب على سلوك اي حد غيري او شريكي بيتعامل معاها بره. فبالتالي شاف الستات كلها زيها، اعتقد ان كل ست بتعمل كده، اعتقد ان اي واحده في بيتها بتعمل كده. عملت ستوب، خدت عيالي ومشيت. هنا الكابتن منعم، ده الكابتن منعم ده يا جماعه اكبر من حبيبه بسنتين 3. هقول لكم تفاصيل كل حاجه. انا طبعا المكان ده رحته بناء عن يعني دعوه من متابعه ليا، لما كان تفاقم بيا السكر، وبدات ان انا يعني اوصل لمراحل ان السكر بيعلى معايا، رغم ان انا اكتشفته صدفه. رحت اكشف على عضله القلب لانها وجعاني شهور وكتافي، وافتكرت ان هي غده، خاصه ان والدتي توفت مريضة غدة، فكان عندي الوهم ان هي غدة. عملت تحليل غدة وسكر يعني مع دكتور القلب، ففوجئت ان انا مريضة سكر اللي هو التراكمي بتاعي 8.7، وده في علم الطب يعني، او في مجال البطنة او السكر، بيعني ان السكر عندي بقاله شهور وانا معرفش. فطبعا عرفت ليه بقى كان في كسل، في نوم، في ان انا جسمي عمال يورم من غير ما اكل. الدكتور لما قعد يتكلم معايا قال لي ده انت توقفي بقى الرز والمكرونه، قلت له مش بحبهم. الحلويات قلت له مش بحبها من وانا عيله صغيره. قال لي يبقى انت عندك سكر او عندك مشاكل، قلت له عندي كتير كتير كتير. قال لي يبقى هو سكر مشاكل، وسكر زعل، وسكر احباط، وسكر كآبة. وده اللي حصل فعلا بمجرد ما انا اخدت العلاج على ان انا انزل السكر والكوليسترول. عايزه اقول لكم ان انا يعني
كنت وصلت لمرحله صعبه جدا في اخر الصيف. يمكن في كتير من المتابعين عارفين الموضوع ده جدا، ان انا كنت ليلي نهاري بشتكي ان السكر عمال يعلى من غير ما اكل. فطبعا ديون، امي توفت، ديون ماليش ذنب فيها اتحطيت فيها، مسؤوليه 4 اولاد كل واحد بيرمي على التاني، وكل اب مش عايز ان هو يشيل مسؤوليه عيله. مش قابله ابدا ان انا اسيب ابني او بنتي لمرات اب، مش قابله ابدا ان انا اسيب بنتي او ابني من غير تعليم. طالما هو متفوق وبيديني اللي انا عايزاه، فمن حقه عليا ان انا اوفر له الكتاب، واوفر له الكراسه، واوفر له القلم، واوفر له راحه نفسيه. انا جات عليا ايام ما كنتش بعرف افطر عيالي، يعني كنت بقول يا رب النهار ما يطلعش عشان انا مش معايا اجيب حق الفطار. كل دي حاجات اثرت في نفسيتي وعملت لي يعني مع الوقت الزعل او الكآبة او الحالة المرضية اللي انا وصلت لها، وهي مرض السكر. الحمد لله على كل حال. في اطفال بتتولد بالسكر، في اطفال صغيره في مدارس مع عندهم السكر، ولكن الفكره بس اللي انا جايه اقولها ان كل ست حاسه ان هي عايشه في حياه هتوصل منها للانتحار زي ما انا كنت هعمل، اخرجي منها. كل ست حاسه ان معامله زوجها ليها اللي هي ما فيهاش رحمه ولا فيها يعني حدود ربنا، اللي هتوصلك ان انت تحسي ان انت ربع ست او نص ست، وان انت تحسي ان الثقه هتقل في نفسك، مش نتيجه ان انت فعلا حد مؤثر، لا، ان انت نتيجه ان انت مش مقصره، نتيجه ان هو ما بيشبعش، عينه فارغه. كل ست بحس ان هي بتقول انا بضيع بسبب راجل، بزعل منها جدا، او بفتكر الايام اللي انا عشتها. انا قلت استوب وخطوه ومن اول السطر، وبدات من اول وجديد. جمعت السكن، جمعت الفرش، اتدينت، كنت هتحبس، جريت بعيالي في مستشفيات لوحدي، سهرت بعيالي في مستشفيات ل5 و6 و7 الفجر لوحدي. حاجات كتير قوي مريت بيها، عملت لي نوع من نشفان العود. نشفان العود ده قد ايه هو مفيد لكل حد، لكل حد. الست لما بتيجي تتعلم وهي صغيره يقول لها اتعلمي عشان يبقى معاكي شهاده تقدري ان انت تقفي بيها لو حصل اي ظروف. انا بقول لكم هنا اتعلموا في الدنيا قبل المدرسه، الدنيا هي اللي هتخليكي تعرفي تقفي قدام اي ظروف. اتعلمي من تجارب اللي حواليكي، ما تسيبيش نفسك لاي راجل، ما تسيبيش نفسك لاي راجل يعني لا يعلم حدود ربنا. ما تسيبيش نفسك لراجل بينقص ثقتك بنفسك، بيخليكي ربع ست ونص ست نتيجه تفاصيل عينه او فراغه عينه، او ان هو حد نرجسي، حد بيحب يتحكم، حد بيحب يبقى سيس سيد وخلاص. بصرف النظر عن ده بيتعب نفسيتك ولا لا، ان ده بيدمرك نفسيا ولا لا. عايزه اقول لكم ان انا المتابعه كتر خيرها حبيبتي، لما لقيتني بتدمر بعتت لي دعوه ان انا اروح في الجيم ده. وللاسف طبعا الناس اللي هتقول لي انت كنت موجوده وفي رجاله، عايزه اقول لكم ان انا كنت بشتغل وما ينفعش ان انا اقعد من شغلي، والفتره اللي ينفع اروح فيها كانت بالليل، وكان لازم يبقى فيها رجاله، فكان غصب عني الدعوه جايه لي مجانيه، ما ينفعش ان انا يعني اتحكم كمان، خاصه وانا كنت محتاجه ان انا انزل السكر. عايزه اقول لكم ان انا رحت يومين بس في الجيم، وجسمي نزل وصحتي زي ما انتم شفتوا يعني، او شكلي اتغير. وده اللي بيخلي ناس كتير تقول لا دي زهره كتبت كتابها، دي زهره اتجوزت، دي زهره حلوت. لا، هو مش موضوع حلاوه، موضوع ان انا ظبطت جسمي من العلاج اللي خدته. طبعا عايزه اقول لكم ان انا رحت يومين الجيم فقط، ادي يوم وفي يوم تاني هوريه لكم فقط لا غير، وبعدين ما رحتش تاني لان جسمي نزل بنسبه 70%. اللي حصل ايه الله اعلم، ولكن الدكتور لما رحت له قال لي ممكن يكون ده كان يعني زي ميه نفخه جسمك، بصرف النظر عن الكوليسترول اللي كان عالي، وخدت له دواء كوليسترول برده نزل جسمي جامد جدا، فما احتجتش ان انا اروح جيم تاني خالص. وكمان ما كانش عندي وقت، وكل الناس طبعا اللي متابعاني عارفه ان انا مش ما عنديش وقت ان انا يعني اروح جيم وكده، ولكن هي حاجه وخطوه جميله جدا. فعايزه اقول لكم حبايبي، يعني طبعا بشكر كل الناس اللي وقفت معايا خلال 2022، كل الناس اللي ظنت ان انا كتب كتابي وان انا اتجوزت. ومش عايزه اقول انا لو عايزه اتجوز هتجوز، انا اللي موقفني عن الجواز ان انا مش ليا مزاج، وان انا مش مقتنعه ان انا اتجوز دلوقتي. ولكن اللي يعني مش اللي موقفني خالص ان انا لا كبيره في السن، ولا ان انا خلاص خدت حظي وقفت عند كده، ولا الكلام الفاضي ده كله. لحد اخر يوم في عمري هتعلم، ولحد اخر يوم في عمري لو في حلال هعمله، سواء في جواز او في غيره. كل حد فيكم شعره في طلع له شعره بيضه ولا شعرتين بيض، قوموا اصبغوها على طول، الصبغه مش حرام طالما هتصبغي بلون مختلف. كل حد فيكم حاسس ان هو جسمه بيزيد من الكآبه ومن المرض، قومي العبي رياضه في البيت،
قومي شوفي حالك، شوفي نفسك، ما تسيبيش نفسك ضحيه تحت رجل اي راجل ممكن يدمر نفسيتك، خاصه لو راجل ما يعرفش حدود ربنا. اما الرجاله اللي فعلا بتنفذ الجواز بحذافيره، وهو تقوى الله وحدود ربنا والرحمه والود والسكينه، فطبعا لازم تحافظي على النوع ده كويس جدا من الرجاله، لانه ما عادش موجود. والحمد لله رب العالمين، انا لما خرجت من كل التجارب اللي قبل كده ودوست عليها وحاولت اقف على رجلي عشان ولادي، خرجت منها وانا مقتنعه ان انا لازم اخرج منها، لحد الان مقتنعه ان انا مش ندمانه، عشان ما حدش يقول لي لو انت كنت حد ناجح كنت نجحتي في جوازك. الجواز مش مقياس، لانك بيبقى معاكي شريك ممكن يكون هو اللي فاشل ولكن بيفشلك معاه. انا اعتقد ان انا لو كنت في مجال الشغل بعيد عن حياتي الخاصه دي وفشلي فيها، كنت هبقى حد مهم جدا وبزنس وومن مشهوره جدا، لان الحمد لله رب العالمين ناجحه من صغري، ولكن التجارب الشخصيه احيانا بتاثر علينا، فخلي بالكم من اختياراتكم الشخصيه. بشكركم جدا، حطوا لايك للفيديو، وبحبكم في الله حبايبي. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش ده عادي، كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان أنت بطل من جواك في حلم بيستناك. تقدر تطير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات. شوف الجايات وانسى الرايحات، حبة طموح وهتعمل معجزات. تقدر تطير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات. شوف الجايات وانسى الرايحات، حبة طموح وهتعمل معجزات. معجزات. تقدر تطير من غير جناحات، وياك تقول